علاش الام تمشي للحبس؟ لان عندها بنيات اخرين، ولا كنت كتعطي القدوه السيئه لحساب ديك البنيات الاخرين، صافي البنيات ما خصهمش يبقاو عندك. بصح ولا كانت كيف ما قلتي صفرتيه ولا باش كنت صفرتيه. انه يدير داك الدعاره ويدير داك الكوارث ودوك فوالا، الفيديوهات اللي يخرجوا، فوالا. راه خصها تمشي للحبس. ولا شوف راه القانون راه أنا تيعاقب، مصمم. راه تيعاقب، خصها تمشي للحبس. راه استغلال استغلال. وراه استغلال واتجار في البشر. كنتي انت صيفطتيه هديه لواحد الشخص اللي هو غير المعالم ديالو، راه هو اللي راه الوليد راه كان طبيعي شويه، راه لما مشى لتما راه كمل له الباهيه. كمل ليه داكشي اللي كان خاصو، اللي كان باغي يشبه ليه، كان باغي يشبه لهذاك الشخص اللي هو هيئو وصافطو. على هاد الولد انا في المغرب كان تيعرف راه منين جاوه، لان في التصريحات ديال بعض اللايفات اللي هو داير الوليد تيقول لك انني كنت كاري في مراكش ب 8000 درهم. كيفاش القاصر غيكري ب 8000 درهم وغتكون عنده خادمه وغادي يمشي يستقطب وليدات اخرين وغادي يدير؟ كيفاش هذا الشيء هو صريح علينا وحنا نسكتوا عليه؟ كيفاش تسمع فاطمه الزهراء انت هذا الشيء وغتسكتي؟ ما يمكن خطير، راه ما هادشي- خاص حتى واحد يسكت عليه. راه ما نسكتوش عليه. هادشي اكيد ان النيابه العامه ايضا ما يمكنش انها تسكت على هذا الشيء، حيت هادشي داخل في اطار التجار بالبشر. هادشي كيعاودوه هو كان باقي قاصر. لما ولا رشيد ولات الام حداه جالسه تبارك ما يعمله ابنها، وحتى هي فرحانه بداك الدعم اللي كيعطيوها. شد المهزاله. انا ميساج لك الام ديال ادم، لما طاح بين يدك واحد الفيديو يمارس عليك على ولدك، علاش ما درتيش الاجراءات القانونيه؟ علاش ما حطيتيش شكايه عند وكيل العام؟ علاش ما بلغتيش السلطات المغربيه؟ علاش ما مشيتيش وشكيتي وبكيتي عند وكيل العام؟ وعلاش ما طلعتيش الصحافه كما كيطلعوا لياتك كيخرجوك وجههم مكشوف وتيبكي وتيقول لك ولدي اغتصبوا فلان اغتصب فلان؟ راه علاش كيقولوا داكشي؟ اللي كيطلبوا المساعده والمسانده.